مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. أنا غادة يسري، برنامج الحياة حلوة. النهاردة هتكلم معاكم عن الشغف. يعني ايه شغف؟ الشغف يعني الرغبة الشديدة او الاهتمام الشديد بفكرة معينة او بحاجة او بشخص او هواية او شغل، بتبقى حاسس بانجذاب غير طبيعي وشديد جدا جدا ناحية الحاجة دي. في علم النفس الشغف هو القوة اللي بتدينا الحماس على تحقيق اهدافنا واحلامنا. طيب يا ترى ليه بنفقد الشغف؟ ايه السبب؟ ناس كتير جدا الحقيقة بتحس بفقدان الشغف وتيجي تقول مثلا انا اول ما قابلت الشخص ده كنت منجذب جدا من ناحيته وفجأة احساسي اتغير، او مثلا انا لما ابتديت المشروع ده او الشغل ده كنت حاسس بشغف رهيب وبعدين الاحساس ده راح. ويبتدوا يسألوا هو ايه اللي حصل؟ هو انا عندي مشكلة مثلا؟ هو العيب فيا ولا في ايه؟ المشكلة فين؟ من اهم اسباب فقدان الشغف الشعور بالاحباط بسبب ان الشخص ده حس انه محققش النجاح اللي كان منتظره، ان يكون في بطء في تحقيق الاهداف وعدم الانجاز بيعمل شعور بالفراغ جوانا وضياع روح التحدي اللي احنا كنا حاسين بيها. ممكن نقول كمان انه بيبقى نوع من انواع الملل او الارهاق والتعب، وده بيسبب عدم التركيز وان احنا نفضل بقى نأجل في اللي المفروض نعمله ونميل للعزلة والانطواء. وممكن كمان بسبب التعرض لتجارب سلبية وضغوط نفسية او تغيير الفكر والقناعات الشخصية بسبب تغير الحياة والتجارب اللي بنعدي بيها. واخيرا الاكتئاب والحالة النفسية بيكونوا سبب من الاسباب المهمة لفقدان الشغف. بس احنا لازم نعرف برضو ان ده احساس طبيعي وبيحصل لكل الناس. طيب ازاي نرجع الشغف تاني لحياتنا عشان نقدر نحقق اهدافنا واحلامنا؟ 1. لازم ناخد وقت راحة عشان حالة الارهاق والتعب اللي عندنا دي تروح ونرجع طاقتنا وتركيزنا، ولازم نسترخي ونرجع لذاتنا. رقم 2. بعد ما بقى استريحنا نجيب ورقة وقلم ونبتدي نفكر نفسنا بأهدافنا وأولوياتنا تاني، لأن ده بيصحي فينا روح التحدي وبيجدد الشغف للمرة التانية. رقم 3. احنا قلنا ان الناس بتتغير وقناعاتها وتفكيرها بيتغير بسبب تغير الحياة والتجارب اللي بنعدي بيها. يعني ممكن مثلا انا اكون عايزة حاجة وشايفاها مهمة جدا، وبعد كذا سنة ألاقي إن الحاجة دي ما بقتش مهمة بالنسبة لي زي الأول، فنبتدي بقى نجرب حاجات جديدة ونحط أهداف جديدة. ممكن ساعتها نلاقي اهتمامات جديدة وهوايات جديدة نجدد بيها شغفنا. رقم 4. نبعد تماما عن المحيط السلبي ونحاوط نفسنا بناس إيجابيين ومحيط داعم، ونطلب الدعم والتشجيع من الناس اللي بنحبهم، لأن طبعا التشجيع ده بيزود شغفنا تاني وبيرجعه تاني. الناس اللي بنحبهم ممكن نلجأ لهم، ولو احنا محتاجين مختص برضو ممكن نلجأ لمختص. 5. نهتم بنفسنا وصحتنا ونفسيتنا. وطبعا اخر حاجة اللي انا دايما هقولها في كل حلقة ان احنا نهتم بروحانياتنا. الروح هي اساس الحياة، دايما بقولها وهفضل بقولها. لازم نحافظ على العزيمة والاصرار والطاقة الايجابية في حياتنا، لان الحاجات دي هي اللي بتدينا الدافع اننا نكمل رحلتنا الصعبة في الحياة وبتخلي اكيد حياتنا احلى. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهارده، ويا رب اكون قدرت النهارده اديكم الطاقه الايجابيه عشان تجددوا شغفكم في الحياه. كنت معاكم غادة يسري في برنامج الحياه حلوه على راديو في السكه. شكرا على حسن استماعكم، واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله.